الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ملء السماوات وملء الأراضين. الحمد لله ملء ما شاء الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأنهاكم عن مخالفة أمره وعصيانه، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد، جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، وزكوا أنفسكم بالصلاة على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام المباركة يتجه المسلمون من جميع أصقاع الأرض إلى الديار المقدسة، وترنو أفئدة الذين بقوا في ديارهم ولم يستطيعوا أن يذهبوا إلى زيارة بيت الله الحرام وزيارة النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. في كل عام يتجدد هذا اللقاء، حيث تتوجه الأعداد الغفيرة من شتى أصقاع الأرض إلى تلك الديار المقدسة، وهم يحملون الشوق إلى تلك الأراضي وإلى زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأحببنا في هذه الخطبة أن نوضح بعض الآداب التي يجب على المسافر إلى الحج أن يقوم بها ويعمل بها، وبعض الآداب التي تكون من ضمن الحج. فآداب الحج هي من أساسيات هذا الحج للقبول. فالله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع كما قال العلماء، والفسوق هو العمل الغير مشروع. لذلك هناك آداب وجب على الحاج أن يتحلى بها حتى يصل إلى غفران الله عز وجل، ويعود بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ومن هذه الآداب في السفر: أولا الاستخارة
بأن يستخير المسافر الله سبحانه وتعالى في الوقت والطريق والراحلة والرفقة قبل الإقدام على السفر. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. في كل رحلة حتى وإن كانت إلى غير الحج وجب اختيار الرفيق الصالح. وقد قال بعضهم: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. إذا أردت السفر إلى الحج وإلى غير الحج عليك بالرفقة الصالحة، فالرفيق الصالح دائما يذكرك بالله سبحانه وتعالى ويدلك على طريق الخير. أما رفيق السوء والعياذ بالله فيدلك على المعاصي والمنزلقات التي تودي بالإنسان إلى الضياع والهلاك والابتعاد عن طريق الله. 2: أخذ مشورة من يثق برأيه وبدينه. يعني سبحان الله الكثير من الناس لا يملك المال ويريد أن يسافر إلى الحج بالدين بالمال المستدان. هل هذا جائز؟ نعم جائز، لكن بشرط أن يكون عندك من المال ما يسد ذلك الدين، حتى إذا أخذ الله سبحانه وتعالى أماناتك في تلك البقاع والديار المقدسة أن يقوم من خلفتهم بسداد ذلك الدين. لذلك استخر ثم استشر. فالاستخارة شيء عظيم، فالله سبحانه وتعالى يلهمك الصواب بها. والاستشارة استشر من تحب ومن تثق به. 3: التفقه بأحكام الحج والعمرة. يعني سبحان الله من أراد الحج يذهب على التوكل؟ لا، يجب أن يستحضر كتيب ولو صغير عن أحكام الحج والعمرة ويقرأها حتى يعلم المفسدات من المنجيات، ويعلم ما هي الواجبات من الأركان والسنن وغير ذلك. غير أن في هذه الأيام والحمد لله مع كل فوج في الحج هناك مرشد ديني والحمد لله رب العالمين، فلذلك قد حل هذا الأمر بحمد الله تعالى. النقطة 4: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي ورد الحقوق للعباد أو توكيل من ينوب عنه في ذلك للتحلل من حقوق الناس والإقبال على الله تعالى بأحسن حال. من كان قد ظلم زيدا أو عمرا وأراد الذهاب إلى الحج فأقول لك يا أخي عليك برد المظالم إلى أهلها، وعليك المسامحة من أخيك الذي ظلمته حتى لا تحاسب عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا يخاصم بعضنا البعض أكثر من 3 أيام، فما بالك بمن تخاصموا شهورا وسنين. اذهب واطلب السماح حتى ولو كان الحق لك، فخيركم من يبدأ صاحبه بالسلام. حتى ولو كان الحق لك اذهب واطلب السماح واستحل من ذلك الإنسان أو الجار أو القريب أو غير ذلك، لأن ذلك يقربك إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تتجه إلى الله عز وجل وتزور نبيه صلى الله عليه وسلم. عداك عن من أكل مال الغير، لا يجوز أن يذهب قبل أن يطلب السماح من صاحب المال أو يسدده له على أقساط بعد موافقته. بعد ذلك يجب أن يكون المال حلالا طيبا حتى لا يقال
لا طبت ولا طاب ممشاك. فإذا كان الحاج يريد أن يسافر بالمال الحرام فما قيمة ذلك الحج؟ عندما يقول لبيك وسعديك يأتيه الجواب لا لبيك ولا سعديك. ولا طبت ولا طاب ممشاك. فاحرص أو فاحرص أخي المسلم على أن يكون زادك ومصروفك من الحلال الخالص، وإلا خسرت ما أنفقته في هذا الحج. بعد ذلك يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ومن يتوفى في تلك البقاع يكون في خير وفي سلامة بإذن الله تعالى، إذ أن تلك البقاع أحب البقاع إلى الله عز وجل، ولا يموت فيها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى به الخير. فلذلك يستحب على المسافر إلى الحج أن يكتب وصيته. كما يستحب أن يوصي أهله بالتقوى والتمسك بالدين. فكل إنسان راع لأسرته، ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فأنت عندما تسافر إلى الحج وجب عليك أن توصي أهلك، أولادك، أزواجك بالتقوى والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الآداب أن يودع الإنسان أقاربه وأصحابه ومعارفه كي يكون هناك صلة بين القلوب، وأن يطلب منهم السماح حتى وإن كان ليس له عندهم شيء أو لهم عنده شيء. يستحب إذا كان للرجل عدة نساء أن يقرع بينهن. واحد متزوج 3 نساء أو 2 أو 4، يستحب أن يعمل قرعة بين تلك النساء، من تكون عليها القرعة يصطحبها إلى الحج معه، وفي ذلك ليس عليه إثم. كما يستحب للمسافر أن يسافر في أول النهار وليس في المساء، ويجب الحرص على دعاء الخروج ودعاء السفر، فهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كما يستحب أن يكون مع الجماعة، فيد الله سبحانه وتعالى مع الجماعة. أيضا الحرص على النزول والخروج ضمن جماعات ينضم بعضها إلى بعض. هذا ما كان من آداب السفر. أما من آداب الحج، أولا إخلاص النية، فبدون إخلاص لا خلاص. منهم من يذهب إلى الحج للسمعة والرياء، فهل هذا حج حجا مبرورا؟ لا والله. فالرياء نوع من أنواع الشرك، وسبحان الله نبهنا في خطب كثيرة وفي دروس كثيرة عن هذا الأمر إلى كل من أراد أن يحج بيت الله عز وجل أن يخلص النية. لكن بعضهم سبحان الله لا يريد الله سبحانه وتعالى به الخير. فمثال من الأمثلة، كنت منذ حوالي 20 أو 25 سنة أخطب في بلدة نائية، وتحدثت عندها عن آداب الحج، وتحدثت أنه يجب على الحاج أن يخلص النية، وعن يكون حجه لله سبحانه وتعالى لا سمعة فيه ولا رياء وكذا. ولكنه سبحان الله لما عاد إلى القرية قالوا له: يا أبا فلان، قال لهم: الله، لقد وضعت كذا $1000 لأذهب وأعود بأن يقولوا لي حاج وتقل لي أبو فلان. سبحان الله، يعني حتى كلمة يا حاج هي بدعة. يعني يجب أن لا يقال للإنسان يا حاج أو يا حج، يجب أن ينادى باسمه
حتى يبتعد عن السمعة وعن الرياء. فسبحان الله هذا الرجل يعني قال أنا اسمي أبو فلان صحيح، لكن أنا حطيت 1000 5000 دولار أو 1000 دولار أو 2000 دولار لحتى أرجع وتقولوا لي أبو فلان. فهذا ما فائدة حجه؟ حج لأجل السمعة والرياء والعياذ بالله. الأمر الثاني الإكثار من ذكر الله تعالى. فيجب عليك في كل مرحلة من المراحل أن تذكر الله عز وجل، وأن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، في كل مرحلة من المراحل التي تنتقل فيها. أيضا استثمار الأوقات بالعبادات والطاعات، والابتعاد عن اللهو وتضييع الأوقات. طبعا أنا أنصح الشباب خاصة أن يذهبوا إلى الحج والعمرة وهم في أوج قوتهم. أيضا يجب حفظ اللسان من كثرة القيل والقال والغيبة والنميمة وكثرة الإفراط بالمزاح والاستهزاء بخلق الله تعالى. يعني سبحان الله في منهم يذهبون إلى الحج ينظرون ليك هدول الصوماليين، هدول السودانيين، هدول كذا، هدول كذا. ويحك، أنت في بيت الله عز وجل، وأنت تحت نظر الله سبحانه وتعالى، وتنظر إلى زيد وعمر وتتحدث فلان أسود فلان أبيض. حتى وإن كنت مازحا لا يجوز هذا الأمر. لذلك يجب أن ننتبه إلى اللسان، لا نذكر به عورات الناس، لا نذكر به الأشياء الغير مستحسنة. يا أخوتي، أظهر المحاسن ولا تظهر العيوب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب، كما أمرك بالتزود بالطيب ولا يقبل منك إلا طيب، فأيضا كن حريصا على الكلام الطيب ولا تخرج الكلام البذيء. أيضا غض البصر عن المحرمات، فكما تعلمون في الحج يختلط الرجال بالنساء، وهناك من يذهب وينظر إلى النساء، وهذا أيضا من محبطات قبول الحج. فعليك أن تغتنم هذا الوقت بطاعة الله عز وجل، وأن تتذكر وأنت تطوف حول الكعبة وأنت تقف على عرفات وأنت بين الصفا والمروة، تتذكر يوم الحشر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا يجب أن يتدبر القرآن الكريم وتلاوة آياته حتى يصل إلى الفهم الذي ترمي إليه الآيات. أيضا يجب أن يحرص على أدوات الصلوات المفروضة والتطوع، ويزيد في ذلك التطوع لله تعالى. أيضا أن يكف الأذى عن الناس بالحفاظ على نظافة المكان وترك التدافع والمزاحمة أثناء أداء المناسك. في ناس لما تصل إلى الطواف تزاحم وتدافع كي تصل إلى أقرب نقطة إلى الحجر الأسعد أو الأسود، بل هو الأسعد، وهذا غير جائز. فعندما تكون مقابل الحجر الأسعد ترفع يدك وتلتفت باتجاه الحجر الأسعد كأنك وصلت إليه وقبلته، ولا يجوز أبدا أن تدافع وأن تزاحم أبدا. أيضا ترك الجدال واستخدام الأسلوب اللين مع الحكمة والموعظة الحسنة مع الناس. كثير من الناس إذا دفعه أحد الناس ولو بالخطأ انتفض بوجهه وأسمعه كلام غير لائق، وهذا غير وارد. يجب أن تطلب منه المعذرة وأن يطلب منك المعذرة
وأن تتحدثوا بلطف وأنتم في ضيافة الرحمن، لا يجب أن يكون هناك أي جدال. إن شاء الله تعالى بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسافر والحاج، وإن شاء الله يبلغنا الله عز وجل الحج مرارا وتكرارا برفقتكم. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين.